فش غلك مع دكتور أحمد عبد الله وإعداد رغدة يحيى على راديو حريتنا. مرة تانية معاكم، مرة ثالثة في الحقيقة، وفش غلك وإسلام وأنديل وياسمين. إسلام كنت عاوز تعلق على حاجة وبعدين هنخش على الأساطير. عندنا 7 أساطير عن المرأة. طيب، في الحقيقة حابب أعلق على مداخلة كانت قالتها ياسمين قبل ما ناخد البريك على موضوع ضغوط المجتمع. لما كان عندنا المجتمع العربي عندنا بيضغط على الرجل والمرأة بأسلوب بيدمر أو بيشوه العلاقة بأسلوب غير صحيح. فياسمين لقطت الخيط ده واتكلمت قالت إن المجتمع الغربي برضو عنده تشوهات وعنده مشاكل اخرى. هي ما قالتش قوي كده، هي قالت برضو انه مش خالص من المشاكل يعني. بالظبط كده. انا بس عايز اوضح هنا نقطه مهمه جدا، ان القياس مع الفارق. حتى الحته دي كانت مهمه جدا بالنسبه لي، لان من حيث انطلق المجتمع بتتحدد المجتمع بيحدد الياته ازاي. المجتمع الغربي مبني على ان الحريه مضمونها وكينونتها موجوده عند الفرد، لانه يعني بتاريخه المعروف كفر بالكنيسه وكفر بحريه فرديه مقدسه. بالظبط، وسوف كفر سلطه المجتمع على او سلطه الكنيسه على الافراد وكده، فبقت حريه فرديه. وزي ما بيقول دكتور ستيفن كوفي او احد الناس المهمين جدا، ما عندهوش نهايه هو رايح فين. فالحريه بتاعته بتدمره. ده على غير الخلاف عندنا في مجتمعاتنا. أيوة. احنا مجتمعاتنا مهما شئنا ما أبينا، كل واحد فينا بيدور في إطار معين بيدور على نهاية محددة. لما يجي هذا المجتمع والنهاية عنده واضحة والحاجة بيدور عليها، لكن ما تدلوش حرية، فأنت بتشوهه، فأنت بتفرض عليه أنماط يروح فيها. بالظبط. وبالتالي العلاقة بتبوظ. يبقى عندك فرص جيدة جدا إن علاقة ما بين فردين تنجح، علاقة تفشل. وسبب فشلها ان الاثنين ما عندهمش فرصه ان يجربوا. المجتمع لا يسمح بالخطا في العلاقه بين الرجل والمراه، لا يسمح بالخطا، لا يسمح بالتجربه، لا يسمح ان يكون في فرصه تانية. الضغوط اللي بتحصل على الرجل وبالتحديد المراه بتجعلها ان هي بتدور على فارس الاحلام اللي مش بيجي على حمار، بيجي على 10 حمير. عشان يجي بال10 حمير دول عشان تبقى ضامنه تماما يعني خلاص. حتى الحصانه ضربت، ما هي انقرضت خلاص، ما بقاش في حصانه، ما بقاش في رجاله وما بقاش في جياد. ده طبقا بالظبط، طبقا لمخيلة النساء. بالظبط كده. شغالين على الحمير دلوقتي. يا فيسبا بقى كمان بقى ما بقاش فاهم طبعا خلاص. يا فيسبا بقى هتشرك يا دوبك يعني شركت بالظبط كده. الحته دي كان حبيت ان هي تبقى بالنسبه للساده المستمعين واضحه شويه، لان لو انت عايز تروح تاخد اي نموذج نمط حياه تعيشه، اعلم تماما ان النموذج ما ينفعش اخده كوبي وبيست، ما ينفعش اقص والزق. انت عندك مجموعه من القيم، عندك مجموعه من المنظومات، عندك حاجات تدور عليها، ابحث عن ان انت تطبق وتعيش الحاجات دي. بس وانت بدور عليها وتعيشها لابد ان تعلم تماما انت هتدفع ثمن. مفيش حاجه في الحياه مجانا. عايز تعيش نموذج حياه معين، اعرف ان هذا النموذج هيجي معاه ثمن، لازم هتدفع. مفيش ثمن بيجي في مقابل لا شيء، ومفيش حاجه من غير ثمن. ومفيش حاجه من غير ثمن. اساطير. الاساطير في 7 اساطير عن المراه الرجل بيتصورهم عنها. 7 اساطير بيتصورها الرجال عن النساء. هذه الاساطير ال7 بتمثل جزء كبير جدا من اجزاء المشاكل والعلاقات والحوارات اللي بتحصل جوه الاسر. يعني كانك انت دلوقتي بتقول، احنا حلقتنا اسمها الستات عاوزه ايه بالظبط، الجزء الثاني. فانت بتقول ده ما يتخيل الرجال عن المرأة ان الستات عاوزينه بالظبط، بس هم مش عايزين. بالظبط كده. طيب. وعلى قدر ما انا ببحث على الدقة العلمية، على قد ما انا حاسس بان هذه الدقة العلمية تفرض على ضميري ان انا اكون محدد جدا، وهقول حاجات للاسف في صف ياسمين، وده عامل لي مشكلة كبيرة قوي. يعني بس يعني هلتزم بالامانة العلمية واقولها. يعني بص للجانب الانساني من ياسمين، مش بالظبط. يعني انحاز لياسمين رجل يعني مؤقت. اول حاجه او اول اسطوره بتخيلها الرجل عن المراه ان احنا بنقول ان الستات دايما 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 عمرهم ما هيبقوا مبسوطين. دايما الست عايزه زياده. المراه لا ترضى. دايما بنقول ان الست، طب شايف الابتسامه على وشها عامله ازاي؟ دايما بنقول ان المراه دايما بتدور على اكتر واكتر واكتر واكتر، وبعدين بنيجي احنا نقول هي ست دي عايزه ايه؟ انا عملت لها كذا وعملت لها كذا وعملت لها كذا وعملت لها كذا، وفي الاخر خالص جنبك المراه بترضى. طبعا المراه بترضى، بس خلي بالك ايه هو المفهوم اللي هي بتدور عليه. وده اللي احنا عايزين نتكلم فيه. خلينا نقول يعني نعدد الاساطير الاول ده لو تحب كده. دي اول اسطوره. نقول لهم نعددهم الاول وبعدين نتكلم. الاسطوره الثانيه ان انت عشان تقدر تحافظ على الست اللي في حياتك تحت اي مسمى لوجودها في حياتك، لابد ان انت
تدفع كتير. لابد ان انت يتخرب بيتك. أيوة. وخراب البيت هنا مش مقصود خراب بيت فلوس بس، لا ده خراب بيت فلوس ووقت ومجهود وحياتك كلها تبقى ليها وحاجات كده. اللسان المصري كوعي. تكاعي. الحاجة الثالثة او الاسطورة الثالثة اللي احنا واخدينها عن الستات، ان المرأة بتبحث على ان هي تعمل كنترول على الراجل، تدور عليه ان هي تحكمه، انها تأيده، انها تدمر له حريته. الاسطورة الرابعة المرأة بتحب ان تتسلط وتحب تتسلط. طب ما ايه الفرق بين دي واللي فاتت؟ التحكم ان انا اعرف افرض عليك تروح فين وما تجيش وتيجي منين. التسلط والتحكم ان المرأة بتعتقد او وجهة نظرنا عنها ان هي بتملكك، ان هي يعني خلاص انت بقيت بتاعها. يعني الاسطورة الثالثة ان المرأة بتسعى لخلق الرجل، الاسطورة الرابعة بتسعى لامتلاك الرجل. مظبوط كده. تمام. الاسطورة الخامسة ان المرأة عاطفية زيادة عن اللزوم. وانا عايز عند حتة زيادة عن اللزوم دي واحط 10 خط زي ما بيقولوا. الاسطورة السادسة يعني تكاد تكون بحاجة نقول عليها بارادوكسيال، يعني هياها نفس الجملة بتحتمل الاثنين، فاحنا هنقولها لما نيجي نشرح هتبقى معنا اكتر شوية. لو الست بانت قدام الراجل ان هي ست قوية تتحمل مسؤولية بتشيل عبء، فمعنى الكلام ده ان بالنسبة للراجل الست دي مش محتاجة اي حنان، مش محتاجة اي اهتمام، مش محتاجة ان حد يشيل معاها جزء من المسؤولية عشان هي ب60 راجل يعني. بالظبط كده. وده طبعا لو حبينا نفسره الستات بيقولوا عليه ازاي، يجي يقول لك طب تيجي تقول لك انا بعمل كل حاجه في البيت، طب هو الراجل ما بيعملش حاجه معايا ليه؟ تيجي تروح تتكلم مع راجل يقول لك الله طب ما هي عارفه تعملها، اضيع وقتي معاها ليه؟ انا اروح اعمل حاجه ثانيه للبيت. تمام. اللي هو بدا يتطور بعد كده يتقال ايه؟ ان ما يبقاش في رجاله. طيب نسمي الاسطوره دي ايه عشان انا تهت نسمي الاسطوره دي ندور لها على كده على اسم. اسال ياسمين تحب تسميها ايه؟ احب اسميها ايه؟ دي قصه قويه قوي. طب ما تخلينا ناخد السبع انا عجباني لوحدها كده بشرحها، واحنا ما قلناش حاجه صغننه، احنا كل حاجه قلناها كجمله. بس انتوا هنا بتقولوا ان المرأة القويه المرأة القوية هنا معناها bionic woman. she can do everything, she does not need anything. خلينا نقول ان صورة المرأة القوية، المرأة الخارقة. المرأة الخارقة تفعل كل شيء وبالتالي لا تحتاج إلى شيء. لا تحتاج إلى شيء بالضبط. خلونا ناخد اتصال ومشاركة. كنا قلنا السبب. أيوة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله يعطيك العافية دكتور. تحية وإلى ضيوفك. أهلا وسهلا، شكرا لك. حياك الله. هبدأ كلامي بتحفظ. تفضل. أنت دايما متحفظ. أنت اتولدت متحفظ الظاهر. أيوة. أنا بتحفظ أولا على استخدام لفظة البارتنر أو مصطلح البارتنر. هذا مصطلح مش محايد. تمام. مصطلح يعني له سياقه له فلسفته. بقدر الإمكان علي صوتك ممكن يا راشد؟ حاضر يا سيدي. تفضل يا فندم. المصطلح بارتنر مصطلح غير محايد. ماشي. مصطلح الشريك غير محايد. تمام. هو بيعترف بوجود يعني او بيعترف بوجود بإمكانية وجود علاقة خاصة بين الرجل والمرأة خارج اطار الزواج الشرعي. تمام. هذا كده بيستخدم اللفظ يعني الغربي الاوروبي ولا الامريكي. عندي تعليق على حاجة انا يعني سمعتها في الحلقة الماضية عن موضوع يعني احتياجات المرأة تحديدا، وقضية تحديدا موضوع يعني قضية التجديد اللي بتبحث عنه المرأة دائما. تمام. يعني بتساءل هنا سؤالين، وفي بعضها يعني خلينا نقول انه المسألة هذه يبدو الامم لها تجارب كثيرة مع الموضوع هذا، انه هذا التجديد اللي بتبحث عنه ليش مستنياه يجي من الغير؟ يعني ليش مستنياه يجي من الرجل؟ تمام. التجديد هذا ليش ما هي اللي بتعمله؟ يعني هي ليش مستنيه التجديد من الغير؟ وصلت الفكرة. يعني افهم. تمام. وصلت الفكرة. انا او افهم الموضوع هذا انه هو عبارة عن شهوة او هي من شهوات النفس. يعني حتى انا الرجل يعني هو خلينا نقول انه برضه بيبحث عن هذا الشيء، لكن الموضوع يعني او الذكر خلينا نقول انه في يعني من شهوة الحصول على يعني الحصول على كل شيء او التجديد في كل المناحي، وهي يعني مسألة اعتقد انه محتاجة دراسة. طيب مفهوم. انا شفت في مسلسل مرايا تبع ياسر العظمة،
كان برضه جاب حلقة من الحلقات انه في رجل وامرأة عايشين في الريف وعايشين في غرفة كبيرة شوية. فهي ابتدت يعني تطلع عليه انه والله عايزة بيت اكبر، دبر حالك، مش انت الرجال، مش انت عامل فيها رجال، خلاص يبقى عايزة بيت اكبر. هم عايشين في غرفة. فبعد اللحاح الشديد جت له حيلة ونجحت. في الاول في الغرفة هذه اول يوم راح جاب بقرة ودخلها معاهم في الغرفة وعاشوا مع البقرة في نفس الغرفة. بعد يومين راح جاب معزتين وبرضه فضلوا كلهم عايشين في نفس المكان. بعد كم يوم كمان راح جاب دجاج وبط ومش عارف ايش وحطهم في نفس الغرفة وخلاها تعيش كده لمدة شهر من الزمن. طبعا بعد ما خلص وصلت للمرحلة القصوى شال الحاجات هذه كلها ووداها رجعها برا، وهذا فحست انه خلاص انه هي الان حصلت على يعني اكبر ما تتمنى، وصارت تشوف يعني البيت كبير وواسع وما عادش محتاجه حاجه ثانيه. وصلت الفكره دي يعني هذا يبدو من احد الحلول يعني في الفولكلور عندنا يعني في تعامل مع الموضوع هذا بنجاح، وقد الواحد برضه يكون عنده نماذج شخصيه على هذا الموضوع. تمام. او يمكن حتى لو الواحد ممكن يعني يجوز له انه يعني يحكيها بشكل فكاهي اكثر، انه في تجربه اكثر وان كانت ممكن تكون يعني مؤلمه. في الناس اللي ممكن تتفرج الان على شاهد على العصر على الجزيره عن تجربه المعتقلين في تزمامرت. الشاهد في الموضوع نعم ان الرجل هذا قاعد 18 سنه في زنزانه يعني مترين في متر، وعايش وكان قاعد على اسمنت بارد مدبب حالته حاله لا يمكن انه الواحد يقعد عليه نص دقيقه. بعد 18 سنه اول مره لما طلع قاعد على كرسي عادي، مجرد ما قاعد عليه حس انه هو في الجنه. أيوة. اول ما فتحوا عينيه وشاف حيطه مدهونه بلون ابيض حس حاله في الجنه. نعم. فيبدو انه اذا في رجل عنده مشكله مع امراته انه يعني ممكن يبعثها كده اسبوع زمان على تزمامرت حتى ممكن يحصل تعاون، واعتقد الحكومات العربيه هترحب انه تبقى المعتقلات مفتوحه يعني، بحيث ممكن اللي عايز يجدد يعني. وصلت الفكره يا راشد؟ وصلت الفكره دي؟ في حاجه تانية؟ نعم في عندي 4 نقاط. طيب لو سمحت بسرعه لانه احنا كده وقتنا بيخلص. حاضر. الان بافتراض انه الان الرجل يعني بعد عن الاساطير اللي حكى لها الاستاذ اسلام وعرف حقيقه المراه ايش بدها ويعني والمراه بالمقابل عرفت الرجل بشكل صحيح ايش بده. هل هذا كافي انه اي رجل واي امراه الاثنين فاهمين المسائل هذه، لكن هل هذا كافي انه لنجاح العلاقه بينهم؟ طيب ده السؤال الاول. هذا بيقود الى سؤال انه هو ايش هو الزواج الناجح. طيب جميل. ده السؤال الثاني. يعني يجي بعد كده كلام كثير في الموضوع، انه هل مثلا كافي انه موضوع التوافق الاجتماعي بينهم، هل كافي التوافق المادي، هل تطابق الصفات الشخصيه، او خلينا نقول انها متعاكسه، يعني واحد هادي مع عصبيه ولا هادي مع هاديه. طيب هل هذه المسائل يعني ايش الى اي حد لها يعني اثرها؟ جميل. قديش موضوع التوافق الايديولوجي هل هو ممكن يكون يحكم المساله وينجح العلاقه بينهم، ولا هذا غير كافي؟ تمام. او انه هو العلاقه بين الرجل والمراه اكثر تركيبا واكثر محتاجه ما هو اكثر من ذلك. اعتقد انه الاسئله هذه الجواب عليها محتاج يعني كفايه كده، لانه أرجو أنه نلاقي عندكم يعني. هنحاول بقدر الإمكان، وبشكرك على مداخلتك. شكرا ليك يا راشد. بارك الله. ودايما معانا. أهلا بيك. السلام عليكم.